السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. هنايا اخوتي غنشارك معكم واحد الطاجين. وجدته للعشاء وقلت لي مالا نشاركو معكم. هنايا عندي البطاطا ديالي من بعد ما غسلتها غنقيها على الطريقه هذه كما كتشوفوا، وعندي واحد البصله وعندي مطيشه وعندي الدجاج كما كيبان لكم في الطاجين. يعني كل واحد يدير على حسب القياس ديال افراد العائله ديالو، كل واحد على حسب يعني الكميه اللي عنده. صافي دابا من بعد غندوز نقي هذيك مطيشه حتى هي. هنايا انا كتفيت كخضره، كتفيت غير البطاطا والزيتون، ما غندير شي خضره اخرى. يعني كل مره كيفاش نديرو، ماشي دائما الطاجين غنديرو فيه يعني كاع الخضره اللي عندنا. المهم مره نديرو بخضره وحده، مره نديرو نخلطو، المهم هكاك باش كنوعو الطاجين. صافي دابا هنايا غندوز نقطع هذيك مطيشه من بعد ما نقيناها. صافي نقطعها هكا، المهم غير قطع عشوائيا هكا كما درتو ليها. وغندوز حتى نقطع هذيك البصله هكا شرائح طويله هكا كما كيبان لكم. هنا داك المطيشه ملي كنقطعوها في الاول مع البصله ما كتخليش الطاجين ديالنا يتلصق لينا، ما كيتلصقش نهائيا. صافي دابا من بعد ما قطعت هذيك المطيشه والبصله على الدجاج غندوز نديرهم فوق البوطه للطاجين يتشحر. هنا اخوتي كما يبان لكم راه بنتي دايرها في ظهري وكتبغيش تسكت ليا نهائيا. دائما كتسمعوا الصوت ديالها ملي كنكون كنمونطي الفيديوهات ولا كنركب الصوت هكا على الفيديو، دائما كتسمعوا الصوت ديالها حيت ما كتبغيش يعني مولفاني لواحد الدرجه. يعني ماشي نقرا كاع الوليدات كيكونوا مولفين الامهات ديالهم. دابا ملي جيت لهنايا بقينا غير انا وياها هكا كنبقاو في الدار، يعني الا حطيتها كتنوض تبكي. دائما خصني راني هازاها ولا جالسه حداها بحال هكا، مثلا الا خليتها هكا وبعدت عليها غير شويه كتنوض كتبكي. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، داكشي علاش كتسمعوا الصوت ديالها في الفيديوهات. دابا حاليا راني دايرها في ظهري. صافي هنا غنقطع داك البطاطا ديالي هكا، يعني كما بغيتو تقطعوها على حسب الذوق ديال كل سيده. يمكن لكم تقطعوها دوائر ولا مكعبات، انا هنا قطعتها طويله هكا باش تجيني زوينه في الطاجين. هنا غندير شويه ديال الزيت في الطاجين. انا هنايا كملاحظه ما كنديرش الزيت كثيره في الطاجين، كندير غير واحد المعلقه، تمن واحد القياس معلقه كبيره شويه. صافي غنغطي على الطاجين ديالنا حتى يتشحر. هنا هذه العطريه اللي غندير، عندي سكينجبير، البزار، الخرقوم، المليحه على حسب الذوق، وشويه ديال التحميره. هنا انا في الطاجين كملاحظات ثانيه كندير التحميره، وإلا كنت غنطيب مثلا في الطنجره ولا في كوكوط ما كنديرش التحميره للطياب، ولاني في الطاجين ضروري كنديرها. ما عرفت واش غير انايا ولا حتى نتوما كديروها، المهم انا كنديرها. صافي غنبقى نحرك هكا داك العطريه تتلبس داك الدجاج، يدخل فيها كتشرب داك العطريه بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. صافي دابا غندير تمن واحد الكاس هكا صغير ديال الماء. المهم القياس فاش غطيب لينا الخضره ديالنا، ما نكثروش. راكم عارفين اخوتي الطاجين يعني ما كيبغيش المرقه بزاف هكا، يعني كديري غير تمن هكا كاس ديال الماء راه كيكفي باش كطيب لينا الخضره. صافي دابا غنغطي عليه حتى تطلع فيه الغليه، ومن بعد عاد غندير البطاطا. هنا البطاطا ديالي كنقطع عليها شويه ديال الربيع، ما كنديروش انا الربيع في الاول، كنديروه حتى مع الخضره باش كيبقى داك الريحه ديالو زوينه، طالق داك النسمه ديالو في الطاجين. هنا عندي واحد جوج فصوص ديال الثومه. صافي حتى هما كنقطعهم هكا يعني عشوائيا، ماشي ما كنحكهم حتى شي حاجه. وهنايا درت شويه ديال نفس العطريه اللي درتها في الاول كنديرها على البطاطا حتى هي باش كتجي باش ما كتبقى ليناش بيضه هكا فوق الطاجين، حتى هي كتجي مبننه بالعطريه. صافي تما عندي شويه ديال الزيتون من بعد ما غادي نغسلو حتى هو غنديروه فوق الطاجين. حتى كنستف البطاطا ديالي في الطاجين عاد غنضيفو هو. صافي هنا خوتي من بعد ما استفت البطاطا ديالي على الطاجين بهذه الطريقه هذه،
صافي كنبدي هنايا ندير الزيتون، كنلوح الزيتون هكا فوق البطاطا بهذه الطريقه هذه. يمكن الا ما كانش الزيتون بلا ما تضيفوا الزيتون كنديروه، يعني حتى هو كيزيد واحد اللذه للطاجين، كيتواتى مع البطاطا. صافي هذا هو الطاجين ديالي. من بعد غنضيف واحد الحبه ديال الفلفله هكا حلوه، قطعتها حتى هي شكل هكا شرائح طوال وزوقت بها الطاجين، حتى هي كتزيد بنه للطاجين. يعني اختياريه، الا كانت عندكم ديروها، ما كانتش يعني ما غاديش نديروها. صافي اخوتي، من بعد ما سدينا على الطاجين ديالنا حتى كيطيب كنقصوا له العافيه، كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، كيجي طايب ما شاء الله، كيجي متشرب. الطاجين هذا كيجي رائع. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا للاخوان والاخوات اللي كينضموا للقناه، جزاكم الله كل خير. الصراحه كتفرحوا لي، الله جعل الدرب يفرحكم، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الطاجين. ومع السلامه، في امان الله.